لو حاسة إنك تايهة ومش عارفة تبدأي منين، الخطوة الأولى ممكن تغير كل حاجة في حياتك. ابدأي بحاجة بسيطة، زي إنك تكتبي كل يوم هدف صغير على ورقة. مش لازم يكون حاجة كبيرة، المهم تحسي إنك بتتحركي خطوة. وخلي بالك، الخطوة الخامسة هي الأهم، فيها السر اللي هيغير كل ده. الخطوة التانية، واجهي خوفك بخطوة صغيرة. لو بتخافي تقولي رأيك وسط الناس، جربي تكتبيه في كومنت أو تقولي لصاحبتك. لو نفسك تعملي فيديوهات، سجلي لنفسك فيديو وانت لوحدك، ومش لازم تنشريه دلوقتي. وعلى فكرة، لو محتاجة حد يشجعك، اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس علشان نكمل المشوار سوا. الخطوة الثالثة، غيري الصوت اللي جواكي. بدل ما تقولي أنا فاشلة، قولي أنا بتعلم ولسه فاضل كتير. جربي تعملي ده قدام المراية، قولي لنفسك بصوت عالي أنا هنجح حتى لو بدأت بخطوة واحدة. هتحسي إنك أقوى بعد كم مرة، صدقيني. الخطوة الرابعة، حوطي نفسك بناس بتشجعك. يعني مثلا لو عندك صاحبة بتضحك كل ما تحاولي تتكلمي، ابعدي عنها شوية ودوري على واحدة تقولك جربي حتى لو غلطتي، أنا معاكي. أوقات تغيير الناس حواليكي هو اللي يفتح لك باب جديد. الخطوة الخامسة، اتكلمي. اتكلمي بصوت عالي حتى لو خايفة. اللي بيخوفك قوة، وواجهي كل اللي جواكي بالكلام. اللي مش بيواجه بيفضل عايش جواه. لو الفيديو ده حسك بحاجة، دوسي لايك. ولو في حاجة مش قادرة تغيريها، اكتبيلي في الكومنتات وانا هعملك فيديو مخصوص.